ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. يا جماعه عايزه اتكلم معاكم في الموضوع ده، حاسه ريليتد قوي بالموضوع الفيديو اللي فات، بس بصراحه نسيت اتكلم عنه في الفيديو اللي فات. هعمله في الجديد يعني، واي نوت يعني. حد ليه حاجه عندنا؟ المهم قلت هبقى هاديه في الفيديو، بس ما تحاولوش، شخصيتي لازم تطغى على الموضوع. خلينا نبدا عشان انا رغايه. اول حاجه عايزه اقولها، بلاش تكوني محامية حد. كلنا فينا لسان نرد، كلنا عندنا عقل، كلنا عارفين ازاي نرد حتى لو مش عارفين نرد. بلاش تكوني محامية حد، لان انت كده بتخلي اللي قدامك ما يحاولش حتى يتعلم ان هو يرد. فانت محتاجة تهدي كده وتعقلي وتسيبي الناس حتى لو هي مش عارفة ترد تتعلم ازاي ترد. بلاش تكوني انت المحامية، انت اللي بتدافع عن الكل. انا كنت في فترة كان معايا حد يعني من صحابي، كنا مثلا لما نيجي يتكلموا على حد ببقى انا محامية الدفاع بتاع الشخص ده. يعني مثلا احنا بنتكلم على حد، شخص اذى حد فينا او مش اذى يعني، بس ضايق حد فينا من صحابي. اجي مثلا كل صحابي طبعا ازاي وهي ازاي تعمل كده، ابقى انا محامية الدفاع. لا حرام عليكم، دي طيبة قوي، حرام عليكم، دي ممكن تكون كذا كذا كذا، حرام عليكم كده. بقعد اخلق اعذار للناس، واقعد احاول اقنع الناس اللي معايا او صحابي او الناس اللي بيتكلموا على حد تاني ان الشخص ده كويس، هو اوكي كويس. بس ليه انت تكوني محامية الدفاع؟ فهميني، يعني انا اهو بتكلم معاكي بالراحه، فهميني ليه انت ممكن تكوني محامية دفاع عن حد. جه حد من صحابي في وقت من الاوقات قالت لي ايه، هي ممكن تكون بتشوف الفيديو ده، قالت لي رانيا بجد بلاش تدافعي عن الناس وخلاص. انت بتدافعي لمجرد ان انت تدافعي حتى لو الشخص ده على غلط. انا عارفه ان انت بتدافعي علشان ما نبقاش كلنا بنظلم الشخص او كلنا عليه، على الاقل حد فينا يبقى بينصفه، بس ده مش صح. لانه انت كده يعني انت كده بتخسرينا احنا، او مش بتخسرينا بس بتبين لنا ان احنا مش فارقين. ومش بس مش فارقين، رأينا مش فارق. انت واقفه مع شخص مثلا ضايق حد فينا، مش منطقي حتى على الاقل قولي قدامنا ان هو لا يا جماعه هو فعلا غلط. ما تدافعيش كده وخلاص، ما تدافعيش لمجرد ان انت بتدافعي بس عن الحد وخلاص. بصراحه انا هقول لكم انا ليه كنت بدافع. كنت بحس ان ما ينفعش نبقى كلنا على شخص واحد. وعايزه اقول حاجه، ان اكيد انا الصراحه دي لسه ما اكتشفتهاش، بس هي اكيد ومليار في المية انا كنت بعمل كده بناء على حتة انسكيور فيا، او جزء في جوايا في عقلي الباطن، او معرفش يعني. بس ممكن يكون كان جزء في شخصيتي، او رانيا الصغيرة كانت بتبقى محتاجة حد يدافع عنها لما الكل بيكون ضدها. مش عارفة، بس انا حاجة حاسة ان هي حاجة ليها علاقة بشخصيتي انا، او ان انا في وقت من الاوقات كنت عايزة حد يبقى بيدافع عني ولقيت ان الكل ضدي. مش عايزة حد يتحط في نفس الموقف يعني. ممكن يكون كده لان انا حاسة ان موضوع ان انا بدافع عن اي حد الناس كلها بتتكلم عنه وحش، دي حاجة يعني اللي هو ليه بتعملي كده؟ ليه تدافعي عن حد حتى لو الشخص ده؟ الاول كنت بفسرها لنفسي ان انا بدافع عن الشخص ده عشان هو مش موجود، واحنا ما ينفعش نقطع فروة حد وهو مش موجود، فببدأ اطلع اعذار او ادافع عن الشخص ده. بس فبجد ما تدافعيش عن حد، ما تبقيش محامية الدفاع. في مع شخص مرة واتنين ودافعي عنه سواء في وجوده او في غيابه، بس انت كده بتحرقي، انت كده بتحسي الشخص التاني انه كلامه ملوش لازمة، رأيه واحساسه ملوش لازمة، لانه هو ممكن يكون مضايقه جدا. لو تعرفوا برنامج اسمه نصيب، او تقريبا انا بس اللي بتفرج عليه مش عارفة، بس اكيد في حد بيتفرج عليه، سيزن 2 منه، كان في زكية وعلي وشاهيناز ودعاء. زكية كانت محامية الدفاع لدرجة ان ريتا
المذيعه كانت بتقول لها زكيه بلاش تلعبي دور محاميه، انت كده محاميه الكل بجد. كانت في اي مشكله تبدا تدافع وما تسكتش عن صحابها ومش عارفه ايه وبتاع. واول ناس غدروا بيها في الفاينل كانوا صحابها. بلاش يعني، هي اتحطت في موقف وحش ان انا عماله السيزون كله بدافع عنكم وفي الاخر انتوا يعني صوتوا ضدي او ان انتوا ما وقفتوش معايا للاخر. وعايزه اقول لكم ان في سيزون 4 رجعت تاني زكيه اشتركت وقالت انا غلطت ان انا كنت محاميه الدفاع للكل وما كانش حد محامي دفاع عني. انا كان المفروض ادافع عن نفسي قبل ما ابدا ادافع عن الناس اللي حواليا. حتى هي اعترفت انه انا غلطت ان انا كنت محاميه الدفاع، انا ما كانش المفروض ابقى محاميه دفاع حد. لو الشخص مش موجود ابسط حاجه تقدري تساعديه بيها ان انتي تقولي يا جماعه لو سمحتوا يا ريت ما نتكلمش في الموضوع ده، او يا جماعه يا ريت نتكلم في الموضوع ده لما يكون الشخص ده موجود. بس ده اللي انتي تقدري تعمليه. طب لو الشخص موجود، الشخص فيه لسان يرد ويتكلم. نقطه تاني ممكن تكون ملهاش اي علاقه بالنقطه اللي فاتت او بان انتي تكوني محاميه، بس الجمله دي سمعتها في فيديو عجبتني خالص، هقراها لكم. فكري على قد عقلك وتكلمي على قد عقل اللي قدامك. يعني ايه؟ يعني انتي مثلا شخص عنده علم كافي، اوكي، وتعرفي حاجات كتير مثلا عن حاجات كتير في الدنيا، وقعدتي مع شخص هو من بيئة تانية وتربى في مكان مختلف عنك تماما ولا يفقه شيء عن العلم اللي في دماغك. مش لازم تقعدي تتكلمي معاه عن الحوارات دي. مش لازم تجيبي حد عايش طول حياته في الارياف او في الصعيد مثلا وتقولي له والله اصل الفيمينين انرجي بتقول ان انا لازم اتكلم كذا او لازم اعمل كذا. انت عارفه مش هيفهمك. هتدخلي نفسك في حوارات. ممكن اول حاجه تتقالك انت حافظالك كلمتين وجايه ترديها قدامنا. مثلا ما تروحيش لشخص مقاول بنا يا ستي وتكلميه عن ازاي ان الاي اي هيبدا يأثر في حياتنا. ممكن يكون اساسا ما سمعش في حياته عن الاي اي وانتي عارفه ان هو عمره في حياته ما سمع عن الاي اي. ليه؟ انتي قعدتي مع شخص بسيط اتكلمي معاه في مواضيع بسيطه الشخص ده يفهمها. والله قعدتي مع واحده في الارياف اتكلمي على قد دماغها وعلى قد الحاجات اللي هي تفهمها واللي عاشتها في حياتها وي. ما تجيش تتكلمي مع واحده عايشه في الارياف وعمرها حتى ما دخلت مدرسه تقعدي تكلميها عن قد ايه الجامعه فيها حاجات مختلفه، ان الجامعه انا اتعلمت في الجامعه كذا وكذا. بالله ايش استفدت؟ بالله ايش استفادت هي؟ بتفتحي على نفسك حوارات ومهاترات ويعني حاجة قرف. والواحد خلقه كده هنا. ليه؟ ده يعرفي الناس اللي حواليكي دول ايه. يعني مثلا انا كان في ناس حواليا في وقت من الاوقات عرفت انهم خلاص هم مستوى تفكيرهم هنا وانا مستوى تفكيري هنا، اوكي. خلاص لما بقعد معاهم خلاص لما بيجوا يتكلموا في موضوع بتكلم معاهم على قدهم. مش لازم يجوا يتكلموا على حاجة اقول لهم لا اصلا الانرجي بتاعت البني ادم مش بتقول كده، اصل البرج بتاعك مش بيقول كده مثلا. برج ايه اللي انت بتقولي عليه؟ حاجة كمان عايزة اقولها، مش كل الصح بيتقال. يعني ايه رانيا؟ يعني انت مثلا قاعدة في وسط ناس بيتكلموا عن حاجة هي مش عايزة اتكلم في الدين، بس مثلا بيتكلموا عن ان عن بدع بيعملوها. انت عارفة ان البدع دي حرام وانت عارفة ان اللي بيعملوه ده غلط. ما ينفعش تيجي تقول لهم اصلا دي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هيقولك انت استشيختي امتى؟ بجد هيقولها لك كده. يا اما هيتقالك لا يا لا حرام. ايه مش حرام طبعا، مين قال ان هي حرام؟ لا مش حرام، لا يا بابا مش حرام، دوري تاني. ممكن تتقالك كده وبس. فدايما فكري
ان الصح صح والغلط غلط، بس الصح امتى يتقال ان هو صح والغلط امتى يتقال ان هو غلط. لو شفتي حد متربي على ان هو بيعمل حاجة معينة حتى لو الحاجة دي غلط وغلط بالنسبة لكل الناس والكلام ده، مش لازم تروحي تقولي له غلط، لان احنا كلنا عارفين الصح من الغلط. اوكي، وكلنا دلوقتي عندنا القدرة ان احنا نعمل سيرش ونعرف الحاجة دي غلط ولا مش غلط وهكذا. فانت مالكيش دعوة، تعرفي كده مالكيش دعوة، تعرفي كده تسكتي. اسكتي حبيبة قلبي يا ماما، اسكتي. والله العظيم قلت هبقى هادية في الفيديو ده، يعني مش مشكلة، فيديو راح. المهم هقول لكم تاني يا جماعه، اعملوا سبسكرايب، لان 99.9 من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش مشتركين. يا جماعه انتوا مش مشتركين ليه؟ اعمل لكم تحقيق تاني زي الفيديو ده، احترموا نفسكم. سوري، اعملوا اشتراك بقى. اوكي، اعملوا سبسكرايب وابعتوا الفيديو ده لاصحابكم، اوكي، واخواتكم، وبس ابعتوه كل الناس اللي انتوا تعرفوها عشان يشوفوا الفيديو معاكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي.